اوعى تقعد مكانك وانت صايم. طبعا انت مخك مش بيهيألك انك هتدوخ ولا تتعب وانت صايم، لان انت قاعد ومش بتتحرك. طب بص، انا ما كنتش عارف اجيبها لك ازاي، بس قعدتك مكانك دي هتسبب لك شويه مشاكل ومنها الدوخه، لان قله الحركه هتجيب لك انخفاض في ضغط الدم بسبب قعدتك اللي بتسبب استرخاء للاوعيه الدمويه. وخد عندك بقى بطء في الميتابوليزم، بمعنى ان حرقك للسعرات الحراريه هيقل ويبقى بطيء. حلو وانت بقى بتحاول تحافظ على عضلاتك وكمان تزودها. جميل. في حاله بقى انك مش بتتحرك، فده هيؤدي لضعفها وهتفقد كتله عضليه كمان مع الوقت. وكمان العضلات الاراديه زي الايد والرجل مش شغاله بشكل صحيح، فده هيؤدي الى ضعف عضلات اللا اراديه زي الامعاء ويجيلك امساك. طب والنفسيه تمام؟ مش تمام. القعده لفترات طويله هتخليك عندك شعور بالتقل والتعب والكسل ومزاجك وحش كمان، وحتى بعد ما تفطر هيكون مزاجك مش احسن حاجه. تسال نفسك هو انا تعبان ليه؟ هو انا مش فطرت خلاص؟ ما انت اللي عملت في نفسك كده. يا ابني اتحرك، الحركه بركه. بس وانت بتتحرك كده ما تنساش تصلي على النبي. Crack Coach.